مساء الخير. ايه هو الانتماء ده؟ اللي اعرفه ان هو احساس عاطفي انساني تجاه ذكرياتك مع المكان او الكيان اللي انت مرتبط بيه، زي الوطن، زي العيلة، زي الاسرة. احساس انساني بيجيلك لما بتحس انك مهم بالنسبة للمكان ده او الكيان ده، بتحس انه بيديك وانت بتاخد منه. هو ده الانتماء، ده اللي انا اعرفه. وانت بقى مع الوقت بتنمي الانتماء ده بمؤثرات خارجية زي السمع مثلا. تسمع أغنية معينة لوطنك أو لبلدك، تشوف صورة معينة، تتفرج على فيلم حربي مثلا تبع الحرب والحاجات دي، فيجي لك شعور الانتماء ده وتنميه وتكبره مع الوقت طول ما انت بتنميه بمؤثرات خارجية حسية ومؤثرات داخلية. المؤثرات الداخلية زي ان انت بتراقب طول الوقت احساسك ده وبتتمعن في تفاصيل ذكرياتك للمكان ده، فبتتنمى اكتر الانتماء بالنسبة لك تجاه الوطن او الاسرة او العيلة او الشركة اللي انت شغال فيها. هو ده الانتماء اللي انا اعرفه. لكن اللي انا ملاحظه الايام دي ان درجات الانتماء بالنسبة للناس اختلفت وما بقتش طبيعية. زي مثلا ان ايه اولى من ايه ننتمي ليه، وكمان نكبر وننمي الانتماء ده بمؤثرات خارجيه زي ما قلنا او مؤثرات داخليه. لا، الاولويات اختلفت وما بقتش هي الطبيعي بتاع اللي المفروض يحصل اصلا. يعني انا بشوف حالات غريبه الصراحه. يعني من يومين في اتنين في الجامعات، طلبه جامعات متخانقين مع بعض ومعورين بعض علشان كل واحد فيهم منتمي لفريق مختلف عن التاني، فريق كوره. لا، وهيتفصلوا. يعني مش عارف اقول ايه للحادثه الغريبه دي الصراحه. يعني ايه المستاهل ان انت تعمل كل ده علشان في الاخر تتخانق مع صاحبك وكمان تعوره وتتفصلوا انتوا الاتنين من الجامعه الكليه بتاعتكم؟ ازاي يعني؟ لا يا جماعه، الموضوع مش كده. انا كمان بشجع كوره عادي، يعني بقعد بتفرج على ماتشات مفيش مشكله، يعني انا ما بقولش ان انت ما تشجعش. بس ايه اولى من ايه؟ انا بقعد بتفرج على ماتش الاقي مثلا واحد جنبي كمشان في نفسه وخايف قوي وهو بيتفرج على اللي بيشجع فريقه. استر يا رب، يا رب استرها يا رب. كأن مثلا في واحد عزيز على قلبه قوي بيعمل عملية خطيرة، حياة او موت. لا، انا حاسس ان كده في خلل في المشاعر. انت مدي طاقتك ومشاعرك واحاسيسك لشيء ما اظنش ان هيبقى فيه عائد منه. العائد ايه؟ بهجة بسيطة لو فريقك كسب، بس هو ده العائد الوحيد. ايه ده مستاهل ان الاقي واحد تاني، واحد من صحابي تاني قاعدين جنبي طول الوقت بيسب ويلعن ويشتم وعصبي جدا وضغطه يعلى؟ ايه ده؟ انت بتشجع مين؟ انت بتعمل ايه؟ انت مكبر الانتماء اللي جواك ده بزياده عن وطنك، رغم ان ممكن الناس دي تكون مفيش انتماء اصلا للوطن ولا لبلده ولا بيته ولا شركته اللي شغال فيها، ولا وهادر كل الانتماء ده ومديه كله لاتجاه واحد، فريق كوره، نادي. ماشي، انا عارف ان تشجيع اللعبه دي حلو، حاله حلوه ان فريقك يكسب، حاله حلوه وتتضايق شويه لو فريقك فيه خسر، ماشي، كل ده تمام. لكن ان انت توجه كل طاقتك في الاتجاه ده ويزيد كمان مشاعرك تزيد بزياده عن الموضوع، وسب وضغط يعلى وناس بقى قاعده يا ربنا يستر يا رب والنبي يا رب. ايه ده يا جماعه؟ ايه اللي بيحصل ده؟ اعرف واحد برضو وانا بتفرج على ماتش عادي، ماتش عادي، فريقين عاديين، كل فريق فيهم ناس تانية بتشجعه، ماشي تمام، مفيش مشكله، هما الاتنين برضو مصريين، مفيش اي مشكله يعني. بس واحد راح ماسك التليفون بتاعه وراح يبدو في شاشه التلفزيون. ايه ده؟ انا تمام، دقيقه كامله كده انا قاعد مش مستوعب ان ممكن حد يوصل انتمائه لفريق كوره يعمل كده. ده انت بتنميه وبتكبره بمؤثرات خارجيه بقى ومؤثرات داخليه، وبقى الموضوع معاك اوفر زياده والله. ايه ده مسكت التليفون وتهبده في الشاشه بتاعه التلفزيون بتاعك وتكسره فعلا؟
بجد. واغاني بقى طبعا هم الناس بتستغل ده، لان يحطوا لك بقى مؤثرات خارجيه طول الوقت، اغاني عن فريقك طول الوقت، وناس بتتكلم واعلانات ما هو ده اللي انت رايح له في اتجاهه، فيمتصوا طاقتك كلها تجاه الموضوع ده. لا بجد يعني يا جماعه، لا، اولويات الانتماء في خلل عندنا في موضوع انتمائنا، ايه اولى من ايه. انا بشوف ناس مش منتميه لبيتها اصلا، مش حاسه باي انتماء لاسرتها، ومنتميه لفريقها اكتر بكتير بمراحل للفريق اللي هي بتشجعه، فريق الكوره. ايه ده؟ حاله لازم نراقب نفسنا فيها، ونبقى على وعي اكتر من كده بايه اللي بننمي انتمائنا تجاهه. انا بشوف ناس بتشتم على البلد، انت نفسك صفر انتماء، ما بتحاولش ولا بتستوعب لحظة واحدة وتدرك ويبقى على وعي احساسك تجاه الشيء ده ايه، بتنميه ولا لا، بتحاول تشوف ايه الحلو فيه وسلبي ايجابياته ولا لا. انت ما بتشوفش غير السلبيات. لازم نرتب اولوياتنا يا جماعة، اولوياتنا تجاه الانتماء، ونراقب احاسيسنا الداخلية، شعورنا بالانتماء، نبقى مدركين ونتمعن في تفاصيل ذكرياتنا تجاه بلدنا أو بيتنا أو شركتنا. الانتماء نركز فيه يا جماعة. شكراً.